الميرينجي. متخيل انت احداث مباراه ريال مدريد وبايرن ميونخ تبدا من الدقيقه 83؟ اما توماس توخيل عقله كده يعمل فيه حاجه غلط كده، يبدل هاري كين. هاري كين كان ماسك كارفاخال ورفاقه ما بيعدهمش خط الوسط، انت بتطلع لهم افضل لاعب عندك اللي هو ماسك خط الدفاع لريال مدريد، ما بيخليهمش يعدوا خط الوسط. طب اديك انت شفت بقى الموجه عملت ايه فيك بقى. يا نهار اسكت مش ساكت انا على اللي حصل من توماس توخيل في السيمي فاينال بين ريال مدريد وبايرن ميونخ. لا 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 لا، المباراه كانت قويه جدا جدا جدا، والبايرن كان ند، او ربنا كان ند للريال مدريد. ما تعرفش ايه التفكير الجنوني اللي فكره توماس توخيل دون لما خرج هاري كين ياخد كوره حلوه، الولد اللي اسمه فينيسيوس دون يسددها على نوير. نوير طبعا حس بالضغط وحس بالقلق لما هاري كين خرج، ما قدرش يمسك كوره فينيسيوس فاتردت منه. مين بقى يجيبها بقى؟ خوسيلو التبديل الذهبي فعلا. خوسيلو تبديل بالفعل ينهي على امال البايرن ميونخ عشان يطلع السنه دي بدون بطولات. السنه دي البايرن ميونخ بدون بطولات، كانت قدامك فرصه ذهبيه وجات لك لحد عندك خارج ارضك، فايز 1-0 وتتلاعب في التشكيله وانت متقدم وماسك المباراه وند بند، بتخرج هاري كين. ايه اللي خلاك تخرج هاري كين؟ هاري كين كان ماسك لك خط الدفاع. الهدف الثاني جه بمين؟ بخط الدفاع. شوف اللي رفعها المدافع ليه خوسيلو، هو اللي عمل الهدف الثاني. توماس توخيل ايه اللي جالك في دماغك؟ البطوله الوحيده اللي كنت بتلعب عليها الموسم دون. تخيل ان البايرن ميونخ ما ياخدش ولا بطوله السنه دي، كنت بتلعب على البطوله دي وجات لك لحد جيبك ودخلت جوه جيبك، بتطلعها من جيبك ليه؟ انت رحت اسبانيا وجبت هدف، بترمي الهدف اللي جبته ليه؟ ليه بتخرج هاري كين؟ يعني مش عارف تفكير المديرين الفنيين الجنوني دول بعد اوقات كده بيخرج النادي من جميع البطولات. ليه تعمل زي يورجن كلوب؟ ليه؟ ما انت ماسك المباراة وند بند بريال مدريد، بتخرج احسن لاعب عندك ليه؟ على فكرة الكرة بتاعت فينيسيوس ده الولد بصراحة ملهوش حل. الكرة بتاعته اللي سددها على نوير، على فكرة نوير لما حس بالضغط على فريقه بعد خروج هاري كين ما كانش تترد منه، كان هيصدها ويمسكها، ولكن حس بالضغط بعد خروج هاري كين، فلذلك تلاقي مين بقى؟ خوسيلو يجي ينقض على الكرة عشان يجيب هدف التعادل. هنا بقول لتوماس توخيل اتأدب، انت في حضرة الميرينجي، في حضرة الملكي، في حضرة أنشيلوتي، يبقى لازم تقعد ماسك أعصابك لحد نهاية المباراة، أعصابك ما تفلتش منك. ده انت خليت البايرن ميونخ ليلة حزينة بالفعل. طبعا هو توماس توخيل لا يقول لك والله انا اللي عملته صح، بدليل ان انا في نهايه المباراه جبت هدف ولكن الحكم حسبه اوفسايد، او حامل الرايه حسبه اوفسايد. حتى لو يا حبيب قلبي خروجك لهاري كين ركب المباراه عليك من ريال مدريد. شفنا طوفان من ريال مدريد عليك، خط الوسط اللي مكان خط الدفاع اللي ما كانش عارف يوصل لخط الوسط بتاعه، لا بعد ما خرج هاري كين اتقدم وراح لحد ال6 يارد عندك. ده كله من ايه؟ من تفكيرك وفلتان اعصابك توماس توخيل. النهارده انشيلوتي ادار المباراه بطريقه جميله جدا، بطريقه رائعه. 4-4-2 هو دون اللي كان عاوزه انشيلوتي، يضعف اعصاب توماس توخيل لحد ما يعمل تبديله غلط يركب بعدها المباراه.